جميل من الساحر ميسي اللي حولها. لكن لاحظ هو يوم ما تقدم صدت في فابريسيو، وكانت اخطر محاولة لتسجيل الهدف الاول في المباراة. ضاعت فرصة تسجيل الهدف الاول للبرشا، لكن المحاولات ما راح توقف على الاطلاق. يعني عند دقيقة 10 يمكن عاد والله عند دقيقة 15-20 تمر هذه الدقائق يأتيك ميسي، سواريز، نيمار. بالرغم ان يعني لويس سواريز له فقط يعني المبلغ الهائل وبقاء بيدرو على قائمة البدلاء بعد حضور لويس سواريز. الرأسية هنا جول، ضاعت الأولى ما ضاعت الثانية، وسجل برشلونة الهدف الأول. ضاعت الأولى من ميسي، أنقذ الموقف فابريسيو، ولكن الآن ميسي يتقدم، ورأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لا. بالتخصص ميسي، يعني ميسي يحب أن يلعب أمام ديبورتيفو لا، لكن لاحظ العمل قبل ذلك، ولاحظ الكرة اللي تحولت على رأس ميسي مباشرة في مرمى فابريسيو، مسجلا الهدف الأول لمصلحة برشلونة. حلوة اللقطة، جميلة جدا من راكيتيتش المتألق الكرواتي اللي حولها إلى الأمام مباشرة. رأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لا. هنا البرشا وهنا ميسي يحول الكرة إلى نيمار سيطر عليها والتقدم. جول ميسي، هدف ثاني لبرشلونة، مباشرة الكرة في المرمى ميسي، وبعد أن تقدم لويس سواريز، وبالتالي ميسي نفسه يعني آخر لقاء كما ذكرت في موسم 2012-2013 ميسي أدى الهاتريك. الآن ميسي يكون في الطريقة بالطريقة أولا الكرة الرأسية الهدف الأول، وبهذا الشكل الجميل نقل الكرة نيمار هنا تقدم ميسي والكرة عبرت، وميسي يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. وفي المباراة رقم 10 أصبح ميسي يسجل الهدف رقم 11 في مرمى ديبورتيفو لا. نيمار صانع الهدف، ونيمار عنده 12 هدف، وميسي أصبح عنده 18 هدف، وبقى لويس سواريز إلى على أساس تصل في الأخير إلى داني ألفيش مرة أخرى إلى ميسي تصل التحول إلى ضربة ركنية. ويعني الخطورة ما بين الاثنين ما بين ميسي ونيمار. إذن إلى ضربة ركنية لمصلحة برشلونة، بينية منقولة وصلت إلى ميسي. جول، الهاتريك لميسي، يعني مثل ما فعل 2012-2013 أتى بالهاتريك، يأتي هنا في ملعب رياضار يكرر الهاتريك الآن ويسجل الهدف مرمى في الزاوية البعيدة. وبالتالي لاحظ يوم تقدم ميسي والكرة البينية الجميلة، لاحظ ميسي وين لعب الكرة، لعبها في الزاوية على يمين حارس المرمى. وبالتالي ميسي يمسي على جماهير ديبورتيفو لا وعلى جماهير برشلونة، ويسجل ميسي على الجميع بإحراز للهاتريك في مباراة اليوم. صارت 3-0 ميسي والأهداف الثلاثة.